بايك هي كمان دخلت سباق التخفيضات السعريه ب 75,000 جنيه خصم على يو 5 بلس الاقتصاديه و100,000 جنيه على اكس 55. وزي ما توقعنا امبارح كل التخفيضات اللي فاتت يا جماعه هي مجرد البدايه لسلسله كبيره جدا من التخفيضات اللي هتحرك سوق العربيات في مصر، واللي بالتبعيه هيحرك سوق العربيات المستعمله، بس يعني هتاخد وقت شويه. طب التخفيضات دي كلها بتحصل ليه؟ اولا بسبب الركود. لو ما تعرفش فحركه البيع والشراء في سوق السيارات متوقفه تقريبا بقالها حوالي شهرين بنسبه كبيره جدا، ودي حاجه من الحاجات اللي دفعت الشركات ان هي تقلل في اسعار العربيات علشان خاطر يعني تحرك المياه الراكده كده شويه ولا حاجه. والاهم هو ان يا جماعه في استقرار كبير في سعر الدولار، واستقرار هنا انا مش بتكلم على ان هو غالي ولا رخيص، انا بتكلم ان هو سعره ثابت. ليه؟ لان كانت من اكبر المشاكل اللي بتواجه الشركات في تسعير عربياتها هو انها كانت بتاخد سعر الدولار بسعر تحوطي، يعني هي بتتوقع الدولار سعره هيزيد لغايه فين بالظبط وبتسعر عليه علشان تكلفه استبدال المخزون في المستقبل تبقى جايه متماشيه مع سعر الدولار الجديد اللي هيبقى موجود لما تحاول تبدل المخزون ده. انا مش بقول لك الكلام دوت صح ولا غلط ولا ببرر لهم، انا بقول لك هم بيفكروا ازاي. فبناء على استقرار وثبات سعر الدولار لفتره طويله جدا فاتت، دي كانت برضو واحده من ضمن العوامل المشجعه ان هم يقللوا في اسعار العربيات بتاعتهم، لان هم كانوا مسعرينها على دولار اغلى من السعر الفعلي بتاعه، متوقعين ان هو هيوصل لارقام كبيره. فهمتوا اللفه؟ المهم يعني ان هم كانوا عاملين حسابهم على سعر دولار عالي وهو بقى له فتره ثابت، فقال لك خلاص بقى يبقى نسعر بقى على الدولار الثابت. والاهم هو القيود الاستيراديه اللي بتفك كده واحده واحده، واللي سمحت لشركات العربيات ان هي تبدا تدخل مخزون بشكل كويس وتحاول تغطي على قدر الامكان يعني الاحتياجات اللي موجوده للسوق. المفروض ان الاوفر برايس هو كمان هيقل، لان بدا يبقى فيه عربيات متوفره متماشيه مع كميه الطلب، العرض والطلب متوازنين مع بعض. بس يا سيدي دي كانت وجهه نظري انا كطارق عبد الله، اللي ممكن تطلع غلط عادي جدا، يعني انا مش نبي لا اعلم الغيب، بس خليني اسمع برضو وجهه نظرك انت كمان ونعرف يعني الناس دي بتفكر ازاي والدنيا رايحه بينا على فين. كل سنه وانتم طيبين.